بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد، دائما فيما يخص السكن في الجزائر، وهذه المرة فيما يخص سعر سكنات البيع. أردت أن نقدم لكم في هذا الفيديو الأسعار التي حددت في المرسوم الوزاري المشترك الذي وقع بين وزارتي المالية والسكن، يحدد فيه أسعار سكنات الترقوي المدعم البيع. ويختلف سعر السكن الترقوي المدعم بين منطقة وأخرى، وبين صيغة السكن الجماعي والشبه الجماعي والفردي. وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الأسعار. أولا نبدأ بالأسعار في ولايات الجزائر العاصمة وهران، عنابة، قسنطينة، حيث تم تحديد سعر سكن من غرفتين ب 250 مليون سنتيم، و350 مليون سنتيم بالنسبة لسكن من 3 غرف، و440 مليون سنتيم بالنسبة لسكن من فئة 4 غرف. أما في ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب فحدد سعر السكن من غرفتين ب 220 مليون سنتيم، وسعر السكن من 3 غرف ب 310 مليون سنتيم، وسعر السكن من 4 غرف ب 390 مليون. أما في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب فحدد سعر السكنات الفردية مع مساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى ب 260 مليون. وفي باقي مناطق التراب الوطني فتتراوح أسعار السكنات بين 230 و 410 مليون سنتيم. هذه هي أسعار السكنات فيما يخص صيغة البيع في الجزائر وفي كل المناطق المتواجدة في الجزائر، وهي أسعار مضبوطة لدى الدولة ويستعملها المرقي العقاري. تقريبا كل هذه الأسعار بعد أن تقوم في ولايتك باختيار سكنك حسب منطقتك، إما سكن من 3 غرف أو غرفتين أو 4 غرف، يمكنك حذف 70 مليون سنتيم من المبلغ المحدد لأنه ستقوم بدفعه الدولة الجزائرية، لهذا سمي بصيغة الترقوي المدعم. هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن أسعار سكنات الألبية عبر كامل التراب الوطني. في الأخير إخواني، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأننا سنقدم لكم الجديد. إلى اللقاء.